قالوا لنا زمان في الامثال ان الدفع عفا، ومش بس كده، لا، وعلى البوتاجاز وبأقل الامكانيات حتى لو اول مره هتعمليها والله العظيم تكون ناجحه معاكي مليون المية، لان مديكي مقادير مظبوطه بالجرام. للامانه يعني عشان برضو اكون واضح معاكم، انا كنت بعمل سندوتشات المفتقه دي الصبح وانا رايح المدرسه، خصوصا يوم الخميس. يعني ليه يا حديد الخميس؟ انام بقى الجمعه والسبت اصحى لحد احلى تركيز اوميجا 3 عشان نقوي الذاكره والايام الحلوه ما تتنسيش. بص الطبق عامل ازاي، بيتكلم مصري، اقتصاديه جدا وجميله وقيمتها الغذائيه عاليه قوي، مفتقه فتاكه، هتعملي كميه محترمه تكفي العيله والجيران والحبايب. يلا بينا. مبدئيا اول حاجه هننزل بنص كوبايه من الزيت. اول ما الزيت يسخن قوي زي ما انتم شايفين كده، ننزل مع بعض بالمكسرات بتاعتنا. عندي نص كوبايه من السوداني، نقلب السوداني ده كويس. بعد كده هننزل بالسمسم زي ما انتم شايفين يا جماعه. اول ما خد اللون، البطل في المفتقه ايه؟ الحلبه المطحونه دي بتتباع عند العطار. الشويه دول ما يجوش كده 3 4 جنيه اهو، 3 معالق كبار. ونقلب يا باشا. الله على الريحه، الله على الريحه، خطيره يا جماعه. هننزل كمان عليهم ب3 معالق من الدقيق. 2 3 وقلب يا باشا. ابتدى ياخد اللون الجميل دوت كده، حاجه جميله جدا ومفيده جدا في الشتاء. انزلي لي بقى بعسل اسود، كيلو من العسل الاسود. اول ما نزلنا بكيلو من العسل الاسود زي ما انتم شايفين كده، نبتدي نقلب. بص بقى، الله على الجمال، الله على السمك والجمال يا جماعه. بصوا اهو، سهله جدا وبسيطه، معموله في البيت، مضمونه، وحاجه كده ايه، مفيده جدا جدا. عصره ليمون صغيره، بعد كده هنطفي عليها النار. اخر غلوه هنعصر عصره الليمون دي ونطفي عليها واوريكم شكلها عامل ازاي. بنقلب كده ونسيبها تغلي حوالي 3 دقايق بالظبط، ونرفعها من على النار واوريكم دلوقتي احلى مفتقه في العالم. تقعد معاكي طول الشتاء ما تشبعيش منها، تاكلي منها سندوتش واثنين وثلاثه ما تشبعيش من المفتقه الجميله اللي احنا عاملينها دي. شايفه المنظر عامل ازاي؟ سلام، عظمه. شوفي لي بقى المنظر الخيالي اللي انا بعمله دوت، اكله الشتاء المعتمده، ولا تقولي لي بقى محاشي ولا اي حاجه. ايه الجمال ده؟ السلام، السلام عليك يا حديدي. شايفه القوام بتاع المفتقه عامل ازاي؟ هتطلع معاكم ناجحه مليون المية، وما شاء الله عامله كميه محترمه. ولسه في طبق كمان قد اللي احنا عملناه ده، مفتقه فتاكه. تعالي شوفي كده المنظر ده. دلعي بقى المسائل زي ما انت عايزه اهو. عندي بندق وعندي كاجو وعندي لوز، يا مزاجه اللوز. وادي برطمان كمان يا جماعه زي ما انتم شايفين. يعني عملنا طبق ما شاء الله محترم جدا، وبرطمان كبير اهوت يقضي العيله والحبايب والجيران. البرطمان يخش لجارتك، يرجع لك فيه مخلل، يرجع لك فيه حته جبنه قديمه. هو ده الشغل اللي احنا كلنا اتربينا عليه. بص المنظر، طبق مفتقه. يعني مش هقول لك بقى ب3 تعريفه، ولكن الحاجات ديت بتولد حب وبتولد صله رحم. هو ده الكلام المظبوط. شويه مفتقه مس بيهم على جارتك. الله، بص العظمه، بص الطبق عامل ازاي، بيتكلم مصري. اتمنى تجربوها، اقتصاديه جدا وجميله وقيمتها الغذائيه عاليه قوي. الصبح للولاد في المدارس، هو ده الشغل العالي. بص كده، بص القوام عامل ازاي، ولا الريحه يا جماعه، ولا الريحه. ان شاء الله هتطلع معاكم مظبوطه وتمام التمام، لان مقادير مظبوطه بالجرام. سلام.